مساء الفل على كل الناس. حابب كده اطلع اقول كلمتين. من شوية كده شفت فيديو غريب يعني، بتاع الكابتن. وانا اسف اقول ان هو كابتن، يعني الكابتن ابراهيم حزين. انت ايه مشكلتك مع محمد صلاح؟ يعني مشكلتك ايه مع محمد صلاح؟ بتهاجم محمد صلاح ليه؟ عايز تعمل ترند يعني عايز تاخد المشاهدات عشان انت شغال في قناة وبتاع. ثم اصلا انت مين اللي طلعك على الاعلام؟ يعني انت مين اساسا اللي خلاك اعلامي؟ اصل اعلامي دي كلمه كبيره قوي يا جماعه، يعني اعلامي دي كلمه كبيره قوي. يعني الكلمه يعني بتعتمد على الكلمه. يعني عشان اقول عليك اعلامي انت لازم تكون مريت بمراحل كتير جدا. وطبعا الساده الاعلاميين الناس الجميله المحترفه اللي, اللي موجودين على الساحه يعني عارفين الكلام ده. انت مين اللي طلعك علينا اصلا؟ بتهاجم محمد صلاح في يعني انا عايز افهم محمد صلاح عامل لك ايه؟ يعني وبعدين بتهاجم صلاح. انت عارف ده صلاح مين؟ يعني انت عارف محمد صلاح يعني احسن لعيب في تاريخ مصر، يمكن في تاريخ العالم، او تالت لعيب على مستوى العالم. انت بتتكلم على محمد صلاح؟ انت يا كابتن، يا كابتن ابراهيم، بتتكلم على محمد صلاح؟ محمد صلاح اللي حط مصر في منزله او في مكانه انت ما كنتش تحلم بيها انت ولا اي حد في مصر. بتهاجم محمد صلاح ليه؟ انت تيجي تفرق. انا عايز افهم، انت تيجي تفرق محمد صلاح؟ يا خبر ابيض. محمد صلاح يا عم انت، يعني انا مش عايز اتكلم كلام يعني مش حلو، بس يعني محمد صلاح ده اللي صنع لك تاريخ مصر، احسن لعيب في تاريخ مصر، احسن لعيب جه في مصر بل في العالم. ده حقق ارقام انت ما حققتهاش. يعني انت راجل فاشل اصلا، يعني انت فاشل. انت كل ما بتدخل في حاجه بتفشل فيها. تتكلم على محمد صلاح ليه؟ المفروض محمد صلاح ده خارج التقييم، انت ما ينفعش تقيمه. انت كلاعب كوره او كلعبت كوره ما ينفعش تقيم محمد صلاح، لان انت مش هتيجي جنبه، مش هتيجي ضفره. محمد صلاح ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ انت عارف محمد صلاح ده ارقامه عامله ازاي، ولا طلع ازاي، ولا تالت لعيب على مستوى العالم؟ يعني الناس بتحترمه يا راجل. ده ما فيش لعيب مصري، ما فيش لعيب في العالم اتعمل له اغنيه في الدوري الانجليزي. سمعت الاغنيه ولا ما سمعتهاش؟ ها؟ يعني انت بتتكلم على محمد صلاح ليه؟ وبعدين طلع تقول لي اصل محمد صلاح اتغير، اصل ما عادش بيمسك المصحف، اصل كان انت مالك؟ انت مالك؟ كان متواضع ولا كان ماسك القرآن؟ وانت دخلت في نيته؟ يعني انت دخلت في نيته عشان تعرف؟ وانت مالك يا عم؟ انت بتتكلم عليه ليه؟ ده انت فاشل. انت دخلت في كل حاجه فشلت فيها. كوره فشلت، اعلام فشلت، فن فشلت. يا راجل رحت عملت كليب فشل. انت مين يا عم؟ انت مين؟ لا انت هتشتغل نفسك عشان تطلع تجيب ترندات ومشاهدات ويلا بقى الناس راح طالع هاجم محمد صلاح بقى، يلا تمام، عايزين ارقام بقى وعايزين مشاهدات وبتاع. ايه يا حبيبي؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ده انت في 2006 حسن شحاته جابك من على القهوه. ده انت ما كانش ليك فريق بتلعب فيه. انت مش فاكر انت الموضوع ده ولا ايه؟ انت 2006 كنت قاعد على القهوه يا حبيبي بتشيش. حسن شحاته يعني جه خدك المنتخب وانت اصلا ما كانش ليك فرقه. انت مين يا ابني؟ انت مين في مصر اصلا؟ محمد صلاح. يا خبر ابيض، بتتكلم على صلاح يا راجل؟ صلاح اللي واخد شامبيونز ليج وكاس الاتحاد الانجليزي والدوري الانجليزي وصعدك افريقيا وصعدك كاس عالم. ايه يا عم؟ انت فاشل يالا. بتتكلم على صلاح ليه؟ انت مالك ومال صلاح؟ انت تيجي جنبه حاجه غريبه جدا. يعني اصل الكلام استفزني يا جماعه برضه، يعني الكلام مستفز. صلاح ومش ما ينفعش يمشي من المنتخب انت مالك انت؟ صلاح ده خارج التقييم تماما. مفيش حد في بلدك جاب زي محمد صلاح من الاخر. ده خارج التقييم. عايز تقيمه فنيا في الملعب قيمه فنيا، لكن ما ينفعش يخرج بقى انت مالك انت؟ يخرج منتخب ما يخرج يا عم، الراجل مصاب. يعني انت كملت في افريقيا؟ ده حاجه غريبه جدا. وبعدين بقى جاي يقول لك ايه؟
اصل التشخيص بتاع المنتخب في افريقيا هو طلع نفس التشخيص اللي في ليفربول. وانت كنت تعرف ان هو هيروح ليفربول هيطلع نفس التشخيص؟ ما تعقل الكلام كده وانت بتتكلم، ما تعقل يا حبيبي الكلام. هو انت كنت عارف التشخيص في ليفربول هيطلع زي التشخيص في هناك في افريقيا؟ ها؟ عرفت منين؟ هو كان المفروض بقى لما التشخيص يطلع زي بتاع افريقيا يرجع لك تاني؟ الراجل علاج هناك وناس مهتمين بيه، ده بيمشي باتنين بودي جارد. ها؟ بيمشي باتنين بودي جارد، يعني الناس بيحرسوه. انت مين يا ابني؟ انت مين؟ انت فاشل يا ابني. انت افتكرت نفسك اعلامي؟ اعلامي مين؟ يا جماعه حد يفهمه حاجه، اعلامي مين يا حبيبي؟ الاعلامي ده يعني بيمر بمراحل. اعلامي ده يعني الكلمه اللي بتطلع من بقه لها حساب. ده انت مش عارف تتكلم كلمتين على ما انت طالع تهاجم وخلاص. ما انت طول عمرك بتلعب ديفنس بقى مدافع. فرصه، طلعت فرصه بقى تهاجم. اصحى كده يا ابراهيم وصحصح. ما تجيش جنب محمد صلاح عشان النار ما تلسعكش. صدقني مالكش دعوه بصلاح يا ابراهيم يا سعيد، يا ابراهيم يا حزين. اعلامي؟ ده اعلامي دي كلمه كبيره جدا جدا يا جماعه. يخرب بيت اللي طلعك علينا يا اخي. انت مين يا عم؟ وانت ما فلحتش في اي حاجه، جاي تطلع تقول كلمتين عشان تاخد لك بيهم ترند، وتعمل الشويتين بتوعك لا. وطالع بقى مع مدحت شالب بيقول لك ايه؟ اسمع الكلمه دي، يقول لك إيه؟ اصل محمد صلاح حاططني في دماغه. هو مين اللي حاطك في دماغه؟ انا بس كل لما بسمع الكلمتين دول بضحك بجد والله. هو مين اللي حاطك في دماغه؟ محمد صلاح؟ مو صلاح. يعني هو اللي حطك في دماغه. حطك في دماغه ليه يا ابراهيم؟ ليه يا حبيبي؟ هو انت خطفت منه القميص بتاعه ولا حاجه؟ حاططني في دماغه. اصل كان بيتفرج عليا وانا صغير وكان. هو محمد صلاح يعني كان بيتفرج على رجل لوحدك؟ ما بيتفرج على كل الناس يعني. ما تفوق كده يا حبيبي كده، بلاش تيجي جنب النار. محمد صلاح ده في حته تانيه خالص. مش زي الشناوي، لا ده في حته تانيه فعلا. ده راجل عالمي. ده راجل حقق حاجات انت ما عرفتش تحققها في مصر مش بره. ده انت يا جدع يوم ما جيت لونت شعرك وانت بتلعب في ايفرتون، لونته بالاحمر وانت رايح تلعب ليفربول. شفت قمه الجهل؟ ده انت جاهل يالا. يعني وانت في ايفرتون راح تلون شعرك احمر وانت داخل على ماتش ليفربول؟ ده ايه الجمال ده؟ ده انت ضايع والله العظيم، ضايع. راح تلعب ليفربول في ملعبهم اللي بيلبسوا احمر وراح تلون شعرك احمر؟ ده اسمه جهل يا ابراهيم. انت جاهل يا حبيبي. انت جاي بتعرفش تقول كلام، اي كلام وتلفظ بكلام يعني. انت جاهل. لا ما انت رحت عملتها قبل كده في ماتش الديربي بتاع الاهلي والزمالك، لونت شعرك احمر وخدت كلمتين ما لهمش اي لازمه في المعسكر. راح تكرر نفس الكلام وتلون لك شعرك احمر؟ ايه يا عم؟ ايه ديك الشركسي ولا بغبغان ولا انت ايه نظامك؟ ولا انت متقمص دور ايه؟ ده حتى الكليب اللي انت طلعته مع البنتين اللي انت طلعت فاشل، ما انتش عارف تعمل حاجه. يعني اهدى كده يا ابراهيم، اهدى يا حبيبي. شوف لك موضوع تاني يا حبيبي واتكلم فيه غير محمد صلاح. ابعد عن محمد صلاح خالص. ده كينج اوف ايجيبت ده. انت بصيت على ارقامه قبل ما تتكلم على محمد صلاح؟ بصيت محمد صلاح جايب كام جول، لعب كام ماتش؟ مفيش حد في بلدك عمل كده يا حبيبي. ده مو صلاح. ده اتعمل له تمثال في انجلترا، اتعمل له تمثال في ليفربول. الناس بتروح تتفرج على التمثال وتتصور جنبه. فوق كده يا ابراهيم. لا يا حبيبي، كده غلط عليك. والله كده غلط. لا يا عم، ده انت ضايع بجد والله. محمد صلاح يخرب عقلك. محمد صلاح مين يا عم؟ سيب محمد صلاح في حاله. ومحمد صلاح ده خارج التقييم. عايز تقيمه فنيا بما انك لعيب كوره يعني ماشي، انا معاه. لكن خرج بقى من المنتخب وما كانش عنده اصابه. محمد صلاح ده اكتر لعيب مصري شفته في حياتي بيخاف على البلد. ده عنده انتماء مش عندك يا راجل. انت مستعد تطيح في اي حد بسبب القرش يا ابراهيم. يعني انت مش عايز اقول لك يعني انت اي حاجه فيها فلوس بتروح جاري عليها يعني. اهدى كده يا ابراهيم وصلي على النبي يعني. ما تجيش جنب محمد صلاح يا ابراهيم، معلش. ما تجيش جنب محمد صلاح. ده محمد صلاح ده علامه يا ابراهيم. محمد صلاح ده لما بينزل الملعب الاغنيه بتاعته بتشتغل في ليفربول. فاهم يا ابراهيم؟
معلش انا قلت اطلع اقول الكلمتين دول يا جماعه، لان انا الصراحه كانوا